بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا اتقالت اهي، الحمد لله الرئيس طلع قالها علنا قدام العالم كله ان هو لن يسمح وهيقف قدام اي مخطط يفكر في تهجير او انهاء القضيه الفلسطينيه بالشكل اللي هم عايزينه. ده مش هيحصل. خلاص كده، دي اتقالت علنا اهوت وبصراحه وباسم مصر، بقاش باسم الدول العربيه. الرئيس طلع ذكرها باسم مصر، يعني مصر اللي بتتكلم. ماليش دعوه بحد. ليه ماليش دعوه بحد؟ عشان مفيش حد هيتكلم. انت الدوله الوحيده اللي بتتكلم، وطبعا انت مش ينفعش انت بقى تفرد صدرك وتقول ايه، لا يا باشا انا بتكلم في الحته دي، الحته بتاعت غزه دي اللي هي مربوطه ما بيننا وبين غزه في معبر رفح، دي بتاعتنا. يعني انت هتعمل في مشاكل ما بينكم اوكي، لكن هتصفيها لي وتفضيها لي وتبقى انت اللي متمركز فيها وماسكها، لا يا باشا مش هسمح لك بالكلام ده. عشان الناس اللي كانت طالعه بتشكك في الجيش وتقول السفينه اللي عدت وان احنا بنساعد الكيان عشان يضربوا اخواتنا في فلسطين او سواء في اليمن او في لبنان، وات ايفر، يعني ايا كان اللي اتقال، والناس اللي طلعت شككت والقنوات اللي كانت هايجه على الجيش، وهم عايزين كده. هم عايزين يوقعونا ببعض، يوقع الشعب في الجيش زي ما حصل في السودان وزي ما حصل في ليبيا وزي ما حصل في سوريا وزي ما حصل في لبنان وزي ما بيحصل في فلسطين. هم عايزين ده يحصل، وانت الدوله العربيه الوحيده اللي بتعترض، والدوله العربيه الوحيده اللي ما عندكش قواعد اجنبيه، والدوله العربيه الوحيده اللي اتعرض عليك كده صراحه، دخل الناس دي عندك وخد اللي انت عايزه وكل الديون اللي عليك هتتشال. لا، لا مش هيحصل. لكن اي حاجه تانية بتحصل ده جر رجل. فيا جماعه بس يبقى في شويه وعي، يبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. احنا ممكن نتكلم في المشاكل الداخليه. انا واحد من الناس اي مشكله بتحصل جوه مصر انا ما بسكتش عليها، ده حقي، حقي كشغلي وحقي كمواطن مصري راجل محامي. بتكلم في مشاكل القانون، بتكلم في الوضع الداخلي اللي مش عاجبني، بقول رايي فيه صراحه وبكل وضوح، والحمد لله انا مش بكذب، انا بقول الواقع بتكلم فيه. لكن اللي حصل في القمه العربيه والبيان اللي طلع من الرئيس لازم نطلع نقول تحيا مصر. ليه بقى نقول تحيا مصر؟ عشان هي دي مصر. احنا عندنا مشاكل داخليه، ده بره الموضوع، لكن مصر خارجيا الوضع مختلف. لازم نبقى عارفين ده كويس. يعني نختلف داخليا اوكي، ونقول بقى مشاكلنا ونتكلم ما بيننا ومن بعضينا، ما ندخلش حد من بره في مشاكلنا، مالكوش دعوه. احنا مع بعضينا كده ما هنتصرف مع بعضينا. لكن هنيجي نتكلم بقى على البلد، الشعب نفسه يتكلم على الجيش ان هو بيعمل وبيسوي حاجه ضد الامن القومي وبيساعد الكيان، ما ينفعش. لا يجوز، لا يجوز تماما. ان ده الحاجه الوحيده احنا مسؤولين عليها، دي الحاجه الوحيده اللي سندانا وخلينا قادرين نتكلم وقادرين نعيش وقادرين نروح ونيجي في الشوارع. الحاجه دي، الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هو مين؟ القوات المسلحه. فانا كنت عملت فيديو قبل كده واتكلمت على قوه الجيش، بما اني كنت ظابط في الجيش يعني، وقد ايه الجيش قوي وقد ايه الجيش يعني ما حدش يقدر جنبه. انا بعيدها تاني بقول بشكر الرئيس وبشكر المجلس العسكري على اللي هم عاملينه وعلى الوقفه اللي واقفينها، وبيحموا الشعب المصري من كل التحديات الخارجيه والعيون اللي على سينا، ان هم هيفتصوا عليها ونفسهم يحطوا الفلسطينيين عشان ياخدوا القصه كلها ويبقى كده شكرا، بقاش في حاجه اسمها فلسطين وينقلوها وبعد كده يروحوا داخلين بقى على سينا. يعني فاهم؟ فهو ده الايه المخطط. فلازم تبقى عارف كويس قوي اللي بيحصل. ده مؤثر علينا، طبعا مؤثر علينا. ده عامل لنا ازمه، طبعا عامل لنا ازمه. بس ده ما يمنعش ان في حاجات داخليه احنا بنتكلم فيها وهنفضل نتكلم فيها لحد الحال ما يتصلح. احنا في ايدينا نصلح الدنيا. في ازمه، بس احنا في ايدينا قرارات لو خدناها الدنيا هتبقى احسن من كده بكتير. اتمنى الخير للجميع، وربنا يقوي القوات المسلحه على اللي بتعمله، وربنا يقوي الرئيس في الجزئيه دي. واتمنى من الرئيس يبدا يعني او حتى يوجه الحكومه المصريه ان هي تحاول تقف جنب الشعب شويه. الدنيا برضو بايظه يا ريس، الدنيا فيها مشاكل، الحياه غاليه جدا، الناس بتعاني معاناه مش طبيعيه. فحاول ان انت حضرتك تبقى يعني حاول على قد ما تقدر ان انت توجه الحكومه. انا عارف ان الموضوع مش سهل، انت حضرتك لوحدك تعمل كل ده ما بين بره وبين جوه، بس احنا كنا يعني دعمناك وكنا ناس انتخبنا حضرتك وموافقين عليك وعارفين ان احنا حضرتك كعسكريا محدش هيقدر يجي جنب البلد دي. بس احنا بنتكلم كداخليا بقى، محتاجين شويه تنظيم، محتاجين شويه اهتمام بالشعب. ودي رساله من مواطن، مش بقول لك من اي حد، دي رساله من مواطن لحضرتك ولكل الحكومه. يعني شويه نظره اهتمام بالشعب، وربنا يقويك على اللي بره. انا عارف ان اللي بره مش سهل والموضوع مش سهل، وكده كده هيحصل مشاكل احنا عارفين، وربنا يستر على اللي جاي. واحنا عارفين ان هم مش هيسكتوا ويقعدوا يجروا في مشاكل معانا، بس احنا عارف ان احنا قدها بوجود حضرتك وبالقوات المسلحه وبالدعم اللي احنا ان شاء الله عارفين ان هو موجود، ورجالتنا اللي موجوده على الحدود. ويوم ما يحصل حاجه وتطلب
الرجاله تقف هتلاقينا موجودين، وانا هبقى من اولهم، ان انا كنت راجل ضابط في الجيش ويجي لي الشرف تاني ان انا البس البدله العسكريه تاني، مع اني لبستها اولاني ومستعد البسها تاني. تحياتي ليكم يا جماعه، وربنا يقوي مصر على اللي هي فيه ويقوي جيشنا، وهو يعني قدها وقدود ان شاء الله. والمشاكل الداخليه ربنا يقوينا عليها، ودينا بنتكلم وبنحاول مع الحكومه اللي ده دورها، يعني الرئيس والجيش ده دور، والحكومه دور تاني. فاحنا بنتكلم عن الحكومه في مشاكلنا احنا بقى، لكن الجيش والكلام ده يا ريت يا جماعه نبقى عندنا بس حذر في اللي بنقوله، وما ننساقش ورا القنوات او الصفحات اللي بتطلع تهيج الناس على الجيش، عشان ده مش في مصلحتنا، وهنبقى زينا زيهم، زي الدول العربيه اللي متمرمطه دلوقتي بسبب الموضوع ده. احنا في رباط الى يوم الدين، احنا في رباط الى يوم الدين. ربنا يكرمنا وربنا يقوينا وان شاء الله خير، وادينا بنسعى وبنحاول سواء بره او جوه عشان نبقى من احسن الدول. ربنا معانا. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.